بما انك ثانوية عامة فانت لازم تبقى مدرك اهمية الفترة الجاية، لان الفترة دي او الفترة اللي جاية هتبقى اكتر فترة عايزة منك تركيز وانضباط وانت بتذاكر. طيب انت بدأت السنة باهمال، المذاكرة بتاعتك كانت قليلة او كانت على كذا، وفي مواد كمان انت مش متمكن منها خالص. طيب بص، انا مش عايزك تقلق خالص، لان انت قدامك فرصة كبيرة تلم ايه؟ انت قدامك فرصة كبيرة ان انت تجيب مجموع كبير، كمان تلم فيها كل اللي فاتك وتخلص كل اللي هيجي او كل اللي جاي. طبعا انت هتسألني دلوقتي وتقول لي طيب انا مش هلحق اخلص كل اللي فات مع اللي لسه بيتشرح والكلام ده. طيب ركز معايا شوية كده وهسألك على حاجة، هو انت يومك بيضيع في ايه؟ فكر كده وجاوب على نفسك وانت هتعرف يومك بيضيع في ايه. وغالبا يومك هيكون بيضيع في الموبايل، تمسك الموبايل وتنسى نفسك والوقت بيضيع منك وبيتاكل منك على الاخر كمان. فيبقى الحل بتاعك ان انت تركن الموبايل، ويستحسن ان انت متستخدموش خالص وتشتغل على نفسك علشان تقدر تلم كل اللي فات. وان انت تتحط في المكان اللي انت محتاجها او اللي انت عايزها ده مش سهل، لان انت لازم تضحي حتى لو بوقتك ومجهودك، وفي الاخر ربنا يحطك في المكانة اللي انت تستحقها. وبس كده، لو كان عندك اي سؤال اسأله لي في الكومنتات او على الانستجرام.